ראש הממשלה, איפה אנחנו? אנחנו ברחוב עולי הרגל, בעיר דוד. סיפור מדהים, תסתכל רגע על המצפות. אלה המצפות שעליהן דרכו אבותינו. היו יורדים שם לבחר. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تحية كبيرة للمتابعين الكرام. اليوم بنشوف فيديو لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإسرائيلي يمشي متمخترا في نفق تحت مسجد الأقصى. هذا المشهد فظيع وغريب، أن إسرائيل استطاعت أن تقوم بهذا الحفر تحت المسجد الأقصى، ولكي تقول أنني أمتلك جزءا منه، وأنني أنا مسيطر على المسجد الأقصى، وأن مجموعاتي تقوم بأداء يعني التراتيل التلمودية كما تشاء، ونحن أصبحنا متحكمين بالمسجد الأقصى. طبعا هذا الموضوع لإرضاء اليمين المتطرف وبن غفير الذي حاول مرارا وتكرارا الإساءة وانتهاك حرمات الأقصى. اليوم يكرر ذلك نتنياهو بأسلوب استفزازي، وليقول أنا ممكن يكون هناك اتفاق وقف إطلاق النار لحرب غزة، ولكن نحن استطعنا خلال حرب غزة أن نوطد سيطرتنا على الأقصى. ما كنا نريده من تهويد الأحياء المحيطة بالقدس، ومن أن يصمت العالم الإسلامي عما سنقوم به بالقدس بانتهائهم بحرب غزة، قد فعلنا ذلك. وأن ردة الفعل، طبعا فينا نقول هون بتحليلنا الخاص أن ردة فعل إسرائيل على ما حدث في 7 أكتوبر 2023 ما يسمى بطوفان غزة أو ما يسمى بطوفان القدس، أنه كان ردا كبيرا جدا أكثر مما هو واقعيا وحقيقيا، والغاية منه التغطية ما سيحدث في القدس من تهويدها والسيطرة عليها، لأنها تعتبر أحد الأركان الأساسية في العقيدة اليهودية، وهو أن يكون في آخر الزمان بناء الهيكل والسيطرة على المسجد الأقصى. طبعا في غفلة من العالم الإسلامي الذي سكت عن المجازر التي ترتكب كل يوم في غزة، وفي غفلة مما يحدث في المنطقة من تغيرات كبيرة كما يحدث في سوريا، يقوم هذا المجرم نتنياهو أيضا بتهويد القدس والأقصى معا. هنا الخطورة التي تكمن في هذا الفيديو. شاهدوا الفيديو ماذا يقول هذا المجرم عن النفق الخطير الموجود تحت المسجد الأقصى، وهو يمتد مئات الأمتار، وهو أيضا يهدد سلامة وبنية المسجد الأقصى. ماذا بعد؟ ماذا تريدون بعد؟ أنتم بلغتم علوا كبيرا وبلغتم بأقصى العلو، بس ولكن أعتقد أن العلو بدأ بالتنازل من الآن. فانتظروا الساعة الكبرى، لن نقول أكثر من ذلك، إنها اقتربت ساعة الحسم. طبعا لا أقول أنها غدا ولا ب 2028 كما يقول البعض، أعتقد أن إسرائيل ستنتهي بغضون العام المقبلة بشكل نهائي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.